ليه ممكن حد يصحي حد من النوم وفي الاخر جاي يقول لي انت تعرف ان بقيت اقدر احمل الرامات للموبايل بتاعي؟ انا مش عايز اقول لك رد فعل او هقوله، بس محمد حسين معلش شيله في المونتاج. المهم اتقابلنا، قلت له بقول لك ايه، وريني موبايلك كده. لقيت ان الرامات مكتوبه عنده في الاباوت بتاع السيستم 8 جيجا ومكتوب جنبها زائد 3، يعني 11 جيجا. الكلام ده من السيستم مش ابلكيشن، يعني ما تقوليش ان هو ابلكيشن فيك، ده من السيستم نفسه. انا اتاكدت من النقطه دي. ببص على الموبايل لقيته اوبو رينو 5 ال 5 جي اللي هو موبايل عادي جدا. طب يا جدعان الموبايل ده بيجي بنسخه 8 جيجا بايت رامات ونسخه 12، مفيش 8 و3، مفيش 11. دي ما سمعتهاش قبل كده. انت طبعا مش مصدقني، وعايز اقول لك ان انا لو مكانك برضو مش هصدقك، بس لما دورت شويه لقيت ان الموضوع ده بجد، وانت ممكن فعلا تدخل من السيتنجز تزود الرامات باوبشن موجود في السيتنجز، بس انت مش هتزودها قوي. خليني احكي لك القصه. زي ما قلت لك الموضوع كان من السيتنجز، بس انا الموبايل اللي كان مع صاحبي ده ما عرفتش اجيبه، اللي هو الرينو 5 ال 5 جي. لقيت بقى ايه، الرينو 5 برو ال 5 جي، عشان اقدر ان انا اطلع الخاصيه دي في الحلقه واصورها قدام الكاميرا. المهم يعني اتصرفنا في موبايل بس مش نفس الموديل. الموضوع طلع اسمه رام اكسبانشن. تدخل على السيتنجز من هنا، تنزل تحت خالص تلاقي اباوت فون، هتلاقي مكتوب الرام 12 زائد 3. لو دوست عليها كده هتلاقي كلمة رام اكسبانشن، تفعلها وهتلاقي الرام اللي انت عايز تزودها. عندك 3 اوبشنز، 3 و5 و7، وبيقول لك هنا السيتنجز دي هتاخد الافكت او هتشتغل بعد ما تعمل ريستارت. خلينا نخليها 5 ونعمل ريستارت للموبايل. عملت ريستارت للموبايل، تفتح الموبايل تجيب التاسك مانجر ويكتب لك الرامات اللي تحت، هتلاقيه كاتب لك 12 زائد 3، ومعاك طبعا زي ما قلت لك اوبشن 5 واوبشن 7. طب هل هو بالسهوله دي؟ طب هو شغال ازاي؟ بص، انا عشان اعرف هو شغال ازاي او هو بيعمل ايه دورت شويه، لان انا ما لقيتش عنه تفاصيل كتير عن الانترنت. اوبو عملت ابديت من سوكات نازل لبلاد معينه والموديلات معينه، علشان انت اكيد دلوقتي قفلت الفيديو من شويه ورحت دورت عليها بنفسك في الموبايل عندك الاوبو. هقول لك ان اوبو في الصفحه الرسميه كاتبه ان الموبايلات اللي بتدعم الخاصيه دي هم 3 موبايلات رينو 5 5G، رينو 5 برو 5G، النسخه ال 4G لا، وكمان الرينو 5 الزد، ومعاه الاي 94 والاي 74. يعني هم 5 موبايلات. فلو موبايلك من الموبايلات دي تقدر تعمل ابديت كده زي الموبايل ده ويجي لك الخاصيه دي. طب الخاصيه دي بتعمل ايه؟ زي ما قلت لك الخاصيه دي رام اكسبانشن. اوبو كاتبه انها خاصيه جديده هتنزل في ابديت بتحول الروم لرام. طب ايه هو الروم وايه هو الرام؟ ببساطه جدا الروم ده قصدهم على الاستورج، يعني لو الذاكره الداخليه بتاعت موبايلك مثلا 128 جيجا والرامات بتاعتك 8 جيجا، هو بياخد مثلا 5 جيجا من ال 128 دول يخليهم كانهم رام. ممكن تخصص منهم 5 جيجا ويبقوا رام، وده طبعا هيزود مساحه الرام الكليه للجهاز. بس انا هنا بقى ربطت الموضوع ده بحاجه تانية كنا بنعملها وعرفت اصل الحوار، لان في مره زمان انا عملت الحوار ده مع موبايل. الحوار ده كنت تقدر تعمله لو انت عامل روت وليه طرق معينه، تقدر تخصص جزء من الذاكره الداخليه او الاستورج وتبقى في الرام. الحوار ده كان بيتعمل زمان بحاجه اسمها رام سواب، وكانت ابلكيشنز معقده ولازم طبعا تعمل روت علشان تفقد الضمان. فالحوار ده اصلا موجود من فتره بس ما كانش بينزل في السيستم بشكل رسمي للموبايلات. ده غير ان هو اصلا اول مره شفناه كان في اجهزه الكمبيوتر، الموبايلات هي اللي نقلته. الطريقه دي هتلاقي لها شروحات كتير على الانترنت وقديمه وبرامج كتير، وطبعا كلها محتاجه روت. الموضوع ده ما كانش بيدعم رسمي، بس دلوقتي اوبو بقت بتدعمه بشكل رسمي في السوفت وير بتاعها. هتقول لي طب انا اشغله امتى واقفله امتى واحدد المساحه اللي انا عايزها على اساس ايه؟ هقول لك حاجه حلوه جدا. لو دخلت الصفحه الرسميه بتاعه الديفلوبرز بتاعه اندرويد وقريت عن الميموري مانجمنت في نظام اندرويد، هيقول لك حاجه حلوه جدا. يقول لك ان اندرويد بيعامل اي فري سبيس او اي مساحه فاضيه في الرام كانها مش موجوده ومساحه ضايعه على الفاضي. اندرويد بيحاول يملى الرام على قد ما يقدر، بحيث ان هو لو انت فاتح مثلا 4 ابلكيشنز او 5 ابلكيشنز تقال تقدر ان انت تنقل بينهم بسهوله جدا، علشان هو بيدعم المالتي تاسك في الكور او الكيرنل بتاع النظام. فامتى تشغل حاجه زي كده؟ لو انت دايما بتلاقي ان الفري سبيس بتاعتك اقل من جيجا او 2 جيجا، ساعتها انت يفضل ان انت تشغل الرام اكسبانشن. بس لو انت حد مثلا الفاضي بتاع الرامات بتاعك مثلا 6 ولا 5 جيجا، ساعتها ان انت تزود في الرام من الروم مش احسن حاجه. واعتقد ان الخاصيه دي هتدعم بقى بشكل اكبر في موبايلات اكتر وشركات اكتر، يعني طالما كده بقى ان اوبو دعمتها، يعني اعتقد انها هتنتشر بشكل رسمي، ودي حاجه كويسه ان الاوبشن ده يتاح من غير روت. ومش بعيد ان احنا نشوفها مثلا في الاندرويد اللي بعد اللي جاي، لان احنا عارفين دايما الواجهات او الاندرويد المعدل بتاع الشركات بينزل فيه الخواص الاول، بعد كده جوجل بتنزلها بعد ابديت او 2 من اندرويد. واعتقد ده حاجه كويسه، لان دلوقتي مش كل الناس بتقدر انها تعمل روت. انا شخصيا ما بقتش اعمل روت بقالي فتره كبيره، لان ابلكيشنز كتير ما بقتش تشتغل مع الروت. انا عايز اقول لك ان ابلكيشن ماكدونالدز ما بقاش يشتغل مع الروت، يعني ده حاجه غريبه جدا.
بس دي كانت حلقه خفيفه كده، كانت معلومه انا ما كنتش اعرفها فحبيت ان انا لما عرفتها اقولها لكم. وقول لي في الكومنتات هل تتوقع وجودها في الموبايلات الفلاج شيبس ولا لا. انا ما اعتقدش، لان موبايلات فلاج شيبس بتاعت اوبو مثلا بتبقى كلها 12 جيجا بايت رامات، فهي وجودها مهم في الفئه الميد رينج. اما الفئه اللي هي الفلاج شيب ما اعتقدش ان وجودها مهم قوي. بس انت برضو قول لي رايك تحت، ما تنساش اللايك، شير، سبسكرايب. سلام.